شنو وقع في امريكا وبالضبط في ولايه فلوريدا. فلوريدا كتشهد واحد الاعصار اللي هو مدمر اللي سميتو ميلتون. نهار 9 اكتوبر في عام 2024، في هذا العام هذا اللي حنا فيه، شهدت ولايه فلوريدا واحد الاعصار اللي مدمر اللي بلغت السرعه ديالو 160 كيلومتر في الساعه، والوضع خطير بواحد الدرجه اللي كبيره، بحيث كاينين واحد المناطق اللي شهدوا واحد الامطار اللي كثيره بزاف. وهيئه الارصاد الجويه الوطنيه الامريكيه كتحذر من حدوث فيضانات وانقطاع في الكهرباء، واعصار هيلين اللي كان اكثر دمارا بحيث وصل 210 كيلومتر في الساعه، وتسببت في فيضانات بزاف وماتوا بزاف ديال الناس، وكذلك كاينين اللي تقطع عليهم الضوء. ما تصوروش كيفاش داير الحاله تما، واحد الحاله ديال الرعب اللي كيعيشوا هذاك الناس. ولكن بلاتي ماشي اول مره كيوقع بحال هذا النوع ديال هذا الاعصار في داك المنطقه. هذه المنطقه فايت شهدت في 2017 اعصار اللي كان سميتو ارما وكاينه خوصيح، بحيث كان اكثر دمارا. ولكن هاد الاعاصير كيفاش كدير تطور راسها وكيفاش كتولي بهاد القوه هادي؟ العلماء كيقولوا بلي بسبب تغيرات في المناخ، وكاين شي عوامل. ولكن شنو هما هاد العوامل؟ كاين العامل الاول اللي هو ارتفاع درجه سطح البحر في العالم، والعامل الثاني هو ارتفاع مستوى سطح البحر، والعامل الثالث هو ارتفاع درجه حراره الهواء. المهم ما بغيتش نتعمق في هاد العوامل بزاف حيت خصهم فيديو بوحدو. الا بغيتو ندير فيديو على هاد الشيء خليولي في كومونتير وغادي نديرو فيديو خاص غير بهاد العوامل هادو. ما تنساش كان هو هذا الفيديو خلي واحد لايك، تابونا عندي، دوزو عندي الانستغرام. تهلاو.